كازان ديبي، الترند اللي ملا كل وسائل التواصل الاجتماعي. شو رأيكن نقوم نعمله سوا ونشوف إذا بتستحق كل هالضجة أو لا؟ حسب ما شفت منضيف أول شي 3 كوب من الحليب كامل الدسم، منضيفلن معلقتين من السكر، ومنضيف معلقتين من نشا الذرة، ومعلقتين من الطحين، وشوية فانيلا، وبنفصل الصفار عن البياض لأنه بنحتاج لصفار بيضة واحدة. وبنحرك المكونات كلها مع بعضها على البارد. وبننقلن على حرارة وسط مع التحريك المستمر لحتى يتكاثف عندي الخليط ونحصل على قوام بيشبه قوام المهلبية تماما. وهلأ رح نكرمل السكر، نضيف معلقتين من السكر الأبيض على المقلاي، وهيك تكرمل السكر ووصلنا للون المطلوب. وهلأ منضيف معلقة كبيرة من خليط الكازان ديبي على السكر اللي كرملناه، ومنحركهم بهاي الطريقة مع بعض مثل ما عم نشوف بالفيديو تماما بهاي الطريقة. وبعد هيك رح أضيف كل كمية الخليط اللي عملناها مع بعض. وبعد هيك رح نتركه على نار خفيفة كتير لمدة من 5 ل7 دقايق. وبنتركها تبرد بحرارة الغرفة من 2 ل3 ساعات، وبعدين بنقطعها بهاي الطريقة. ومنلفها بشكل رول مثل ما موضح قدامكم. والصراحة ما بعرف ليش كانت عم تتكسر وقت عم لفها رول. وهيك بتكون الوصفة جاهزة للتقديم. بنرشها بشوي من الفستق المجروش على الوجه، وصحة وألف هنا. وبالنسبة للطعم كأنها مهلبية بس بطعم الكراميل. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وسلام.